الفيديو له دلالات ومغزى كبير وعميق جدا، واختيار لعبة فعلا. الشطرنج لهكذا فيديو وهكذا تقديم له معاني أبعد من مجرد فيديو تقديم. صراحة منذ أن أرسل لي الفيديو زميل عمر شاهدته في أكثر من مرة، ممكن 10 12 مرة أعدت مشاهدة هذا الفيديو. أولا لابد من تحية الفريق العامل اتصاليا وصحفيا واعلاميا على مستوى المنتخب الفرنسي لكرة القدم. الفيديو ان قمنا بتحليل سنحتاج لساعات طويلة، لكن سريعا سأحاول الخوض فيما جاء في هذا الفيديو. اولا خيار مايكل أوليزي، وهو العقل المدبر لهذا المنتخب الفرنسي في المونديال، اكثر اللاعبين تألقا. طبعا الهداف مبابي، لكن الفكر والعقل والاستراتيجيه يبنيها هذا الرجل على ارضيه الملعب. اختيار الصور في الخلفيه، صور المباراه الماضيه، حتى الكلمات تحدث عن باتاي، عن معركه. باتاي بالفرنسيه يعني معركه بالعربيه الفصحى. فعلا مباراه باراغواي كانت اشبه بمعركه فاز بها المنتخب الفرنسي، لكنها معركه تنتظرها معارك اخرى لتحقيق حلم التتويج بكاس العالم، وهي الحرب الكبرى في فكر هذا الفيديو. هناك رسالة أخرى مميزة. لعبة الشطرنج هي لعبة تلعب بالعقل، تحتاج إلى كثير من الصبر، استراتيجية كذلك، والكثير من التكتيك، وهذا يحيلنا إلى المباراة المقبلة. يعني تحولنا من معركة ومصارعة كانت حاضرة في الدور الماضي أمام باراغواي إلى مباراة ستلعب بالعقل أمام المنتخب المغربي، وهذه رسالة فيها كثير من الاحترام أيضا للمنتخب المغربي، على أن المواجهة المقبلة أمام المغرب ستكون مختلفة كليا عن مباراة الباراغواي. ثم الضباب الذي حل في آخر الفيديو يحيلنا إلى صعوب هذه المباراة، وأن الرؤية تبدو غير واضحة، أن المنتخب الفرنسي بالفعل هو المرشح للفوز ويطمحون لذلك من خلال هذا الفيديو التحفيزي حتى لجماهيرهم، لكن المباراة تبقى نتيجتها ضبابية، والنتيجة ستكون رهينة من سيحرك البيادق بشكل مميز في تكتيك هذه المواجهة بين محمد وهبي وديدي ديشو. نعم.